يا مرة لما غازل بنات الحارة ليش ما تغاري علي زي باقي النسوان؟ أصلا قدني عارف إنك زي الكلب لما يجري بعد السيارات لكن ما يركبهش. أهلين بالشيخ كعلان، كيف حالك؟ كيف أنت؟ الحمد لله تمام يا عفيس، كيف حالك أنت؟ والله الحمد لله بخير. يا كعلان في سؤال محيرنا قوي أشي أسألك فيه. على طول يا عفيس بشير، مالك إلا جاوبك على طول. ليش البنت بيوم العرس تلبس أبيض والولد يلبس أسود؟ عشان البنت تنور له حياته وأنت سويت له عيشتي. أما أنا على كذا قنعت، أنا قررت أتزوج علشان أسوي له عيشته. والله أمس طلع لها قسم وأنا راقيت كتبت بيت شعر. يا عفيس أمانة عليك تسمعني حقك الشاعر. قل المليحة بالخمار الأسود رمضان قد أتى فللصحون تجهزي وفي المطبخ تمددي. ما شاء الله عليك يا عفيس، قدك شاعر. إذا سمعناك البنات والله بيعطي لك إلا بالصندل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخي الكريم. يا أخي كيف تصلح تلفوني؟ على طول ما يهمك، إيش مشكلته تلفونك؟ يا أخي ليش لما جيت غطى كلمة السر بأرقام طلع لي نجوم؟ هذا عادي، شيء طبيعي. هذا علشان اللي جنبك ما يعرف كلمة السر. أقول لك يا مهندس حتى أنا وحدي أجي أعمل كلمة السر يطلع لي نجوم. يا أخي ده شيء طبيعي. طيب التلفون إيش عرفه إنك لوحدك؟ صدقنا إنك مهندس عكمة ما تعرف تهنديس. أيوة أنا ما أعرفش أهندس، هيا قوم اقجع من قدامي.